صباح الخير البنات، وش راكم؟ ولابس الخير عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جبت لكم اليوم وصفه تاع لي نديرها انايا كل عيد. هي الحاجه الاولى اللي نبدا بها، وتاني شغل لازم تكون في الطاوله تاع صباح العيد تاعي، اللي هي تشارك مسكر. تشارك مسكر كما تعرفوا من يعني الحلويات التقليديه تاعنا، ولازم نديروها كل عيد. انا يعني لازم نديرها في العيد صباح. هنا المكونات عندي 3 كيلو تاع فرينه ممسوحين، كيلو باش حبيتو، 3 كيلات فرينه ممسوحين بكيلة سمن. يعني السر انا تاع تشارك العريان تاعي هو السمن نفيضوه. كي تفيضوا السمن البنات تجيكم تشارك تاعكم يجيكم بزاف بنين. هنايا درت 3 كيلات هادوك البنات، انا نغربلو انا الملح. كي ندير هذيك القريصه تاع الملح ونغربلها باش تجيكم لاباط تاعكم ليس. انا نحب لاباط تاعي تجي ليس. وعندي 2 مغارف تاع سكر ناعم، سكر غلاس تاني نغربلوهم. وعندي لافاني من الاحسن تكون لابودغ، انا ما عنديش استعملت هذه. وديروا كيلا ماء والمزهر، كتروا المزهر على الماء وانا ندفيهم البنات. دفوا هذاك الماء والمزهر باش ما يعني باش العجينه ما تبركس لكمش. هنايا غربلت كامل الفارينه تاعي كما تشوفوا. لازم تجوزوها على الصفايه ولا على السيار ولا تجوزوها كما قلت لكم باش لاباط تاعكم تجيكم شابه. والسر تاع تشارك المسكر البنات باش يجيكم يتبسس هو فيضوا السمن، فيضوا اليدام تاعكم. انا نستعمل فيه السمن فقط، ندوبو ونخليه يبرد. ونزيد له هادوما 2 مغارف تاع سكر غلاس البنات تاني، يعني يعدلوا الذوق تاع التشارك تاعنا. تجي لاباط تجي بنينه ما تجيش صامطه. مم هذيك القريصه تاع الملح تاني البنات، يعني ما يجيكم سامج هذاك التشارك تاعكم. يعني انا شوفوا وصفاتي التقليديه يعني تاع بكري ما نضيف لها حتى اضافات. بصح البنات يعني ما كاش كيما الوصفات التقليديه. كاين وصفات هذوما تاع دوكا بريستيج وكلش، مي انا نفضل في العيد ما ندير والو البنات، ندير غير هذوما الوصفات التقليديه. هذا ما كان يعني اباغ الوصفات هذوما تاع تشارك عريان، تشارك مسكر مقروط، ما نديرش البنات. شغل كل واحد وكيفاش. هنايا ضفت لي دم توعي وفيضت الكيلات تاعي كيما تشوفوا. هنا كي تبداو ديروا البنات تبان لكم بلي جاريه، بصح من بعد كي ديروا لها الماء حتى تلم عادي. دخلوا مليح هذاك السمن. شوفوا ديجا السمن كي تبداو ديروا فيه يبدا يجمد. هنايا ضفت له لافاني وبديت نضيف في الماء والمزهر التوعي اللي كانوا دافيين. شوفوا هنا غير تبداو ديروا فيهم تبدا تتلم العجينه تاعكم، ما تخافوهاش عادي. هنايا بديت نلم فيها ونشد يعني لاباط تاعي ونشوف كيفاش راهي، باش هنايا كي نشكل دويره وتجيني ليس ونقسمها ما تجيش تقسم تمتم، تجي يعني مطاطيه. هذاك هو، شوفوا البنات، هذاك هو يعني القوام تاعها. هنا لقيتها مخصوصه شويه، زدت لها، شفتها باللي خلاص قيسها، غطيتها بكيس نورمال ساشي تاع الخبز عادي، وجيت خليتها تريح. وجيت نوجد لها فخص تاعي. هنا درت 4 كيلات تاع اللوز مرحي مع كيلة تاع السكر، درت لها شويه قرفه بيان سور، ومغرف كبيره تاع السمن ولا زبده ولا عادي. هنايا دخلت مليح هذاك السمن هو الاول في هذيك العقده تاعي، باش البنات تجيكم معسله وتجيكم طريه وما تيبش، مام تقعد ما تيبش. هنايا كيما تشوفوا حركت كامل هذوك المكونات مع الاول وبديت نضيف لهم في المزهر. هنا المزهر يعني هذيك جروها شويه. هنا شوفوا البنات التشكيل تاعو كل وحده كيفاش تشكل. انا ندير هذه الطريقه تاع المستطيل وندور عادي. البنات تشكل تاعكم تشاركها، ومن بعد في السنيوه سقموها. يعني في السنيوه نتوما واش تتحكموا فيها. كيما تشوفوا البنات شكلت مستطيل عادي وتخلقوا لازم مليح، وهذيك الفتحه ديروها في سنيوه من تحت تجي من تحت. هنا شوفوا البنات التسكار تاعي انا نستعمل هذه الشربات تجيكم بزاف بزاف هايله وما تيبسلكمش الحشو. ما عفوا التسكار ما يبش. هنا واش ندير، عندي كاس مزهر وكاس سكر نحكمهم في كاسرونه، نقعد نخلط ماشي فوق النار البنات، يعني بارد في بارد. نقعد نخلط حتى هذاك السكر يذوب في المزهر بارد. نغطيها ونخليها تبات حتى كي نمسها بصباحتيا نلقاك شغل الزيت، شغل مسيتو الزيت.
عادي كيما راكم تشوفوا، ونبدا نسكر في الشراك تاعي كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا نضيفهم يعني نخليهم 2 دقائق ولا دقيقه هكاك لداخل هذيك الشربات ولا السر، كل واحد واش يقولها. ومن بعد واش ندير نخليهم يقطروا شويه عادي، ما تنشفوهمش بالبابي البنات، خلوهم يقطروا عادي. وانا نستعمل التسكار تاع الساشي البنات، نحب نسكرهم في الساشي كيما راكم تشوفوا، يعني باش ما نمرمدش الدنيا، وتاني تسكرونا مليح يعني تسكروا تخي تخي بيان. هنايا شوفوا الساشي تاعي كنت غربلت فيه هذاك السكر البنات، غربلوه ما ديروش هكاك. ومن بعد نبدا شغل ندفن فيه، شغل مع الاول ندفنو ونبقى نعبس غير بالعقل البنات. انا ديجا شوفوا هاي كاينه في السنيوه حبه مكسره، ديجا تكسرت لي حبه، وتبقاو تخدموا فيه بالعقل. هنايا شغل تحكموا هذاك السكر بالكمشه وتعبزوه مليح البنات، بصح ما تفورسيوهش باسكو يتكسر البنات، اذا فيضتوا الكيله يتكسر. كيما كنتو تشوفوا هنايا نبقى غير نعبس فيها، كان كيما حنا نقولوا نخليه كيما نقولوا ندفنوه في السكر. كيما كنتو تشوفوا نعمر كامل يعني هادوك لي بوينت لداخل، يعني سكروه مليح باسكو هاد العمليه تاني تلعب دور باش يجيكم الشراك تاعكم شباب. والتسكر هو الصح كيما نعرفوا، هو هذا الشراك اسمه شراك مسكر، يتسمى التسكر تاعكم لازم يكون شباب. هنا شوفوا كيفاش ندير، ندفنو داخل ونخليه ونغلق عليه الساشي البنات، وخليوه يعني مده كل واحد وكيفاش. كيما انا درتو الصباح جوايه كان 8:30 سكرتو على بكري. والبنات كي طيبوا الشراك تاعكم طيبوه، نسيت باش نقول لكم، طيبوه يعني على 180 درجه، طلعوه شويه الفوق وطيبوه الصفر كيما كنتو تشوفوا، ما تحمروهش وخلوه كيما انا طيبته في الليل. غدوه من داك سكرتو نحيت له التسكر في نهارو، ولا تحبوا يبات في التسكر كل واحد وكيفاش. هنا يعني على حسب الحبه تاعك، شوفي هاي لا شربت التسكر تاعها، بصح وشنو كي طيب البنات لازم يبات باش يجيكم سوا تسكر سوا طليه، يعني باش يجيكم شباب الشراك تاعكم. هنايا سكرتو يعني كامل كيما راكم تشوفوا، عبستو مليح. شوفوا البنات بصح ما رانيش نزير باش ما تتكسرش الحبه تاعي، يعني سيت نمد لكم كامل يعني لي زاستوس اللي نديرهم انايا باش تنجحوا فيه ان شاء الله، يا ربي تجربوه وتنجحوا فيه. انا يعني ما نحبش ندير الحلوه تاعي على بكري البنات، نحبها فريشكا، نحب هكاك اليامات الاخرين باش نديرها. وهاوليك الشراك تاعي البنات كيما كنتو تشوفوا جا روعه والله يا البنات، غير يجي يدوب في الفم. زينتو بهاد الريشه يعني غير حبيبات برك كيما كنتو تشوفوا، ماشي كامل زينتو وحطيته يعني في الطبق تاعي اللي نقدم فيه كيما كنتو تشوفوا، يعني جا ريحه الماء زهر. شوفوا البنات كيفاش يتكسر البنات، ريحه الماء زهر فيه ولا هذيك القرفه في لافاخس، يعني جا روعه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه البنات، وما تنسونيش بجام وكومونتير وبارطاجيو الوصفه البنات اللي تاعهم الفائده. والى اللقاء.